بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بيكم مع فيديو عن الفيديوهات اللي نزلت على صفحة ذاكر من الامتحان. طبعا كل الفيديوهات ديت كانت على القناة القديمة اللي اتسرقت، فدلوقتي احنا بنعيد تنزيلها تاني على القناة بتاعتنا البديلة. طبعا ده من 4 سبتمبر، وده 18 سبتمبر و27 سبتمبر. العلاقة بين الجسيمات الذرية وأعداد الذرات بعد العناصر. سؤال من التدريبات، كان سؤال رزل قوي يعني، يا ريت السنة دي يشيلوه خلاص. ده طبعا كتاب الامتحان أولى إعدادي، المنهج كان أول سنة لسه جديد. ده الفيديوهات اللي نزلت ليه. وده هنا حل تدريب اختبار شهر أكتوبر، وانا ذاكر من الامتحان المعاصر. دي فيديوهات كانت نزلت قبل كده، فحبينا ان احنا بس نوثق ان الفيديوهات دي، لان الفيديوهات دي نفسها ما عادتش موجوده معايا، هضطر انزلها من اول وجديد وانزلها على القناه اللي هي البديله بتاعه اليوتيوب، لان القناه التانية اتسرقت للاسف يعني. الجدول الدوري لتصنيف العناصر الميه ديت بتنحل لهيدروجين واكسجين. الهيدروجين ده الميه ديت بتنحل. تعالى بقى للعلاقه بين اعداد الجسيمات دون الذرات. طبعا انا عندي مديني 3 مواد هنا، مديني درجه انصهار من غليانهم. المواد النقيه قال لك لا يمكن فصل مكوناتها بالطرق الفيزيائيه العكس. محلول ملح الطعام عباره عن مخلوط غير متجانس لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجرده، هنقول له طبعا غلط. المواد النقيه قال لك لا يمكن فصل مكوناتها بالطرق الفيزيائيه. تعالى بقى للعلاقه بين اعداد الجسيمات دون الذريه. دون الذريه اللي اصغر من الذريه، اللي هي قلنا البروتونات.